ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض الكيكه الصيامي بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. مش فارقه كتير خالص عن اللي بالبيض واللبن، اهي زي ما احنا شايفين كده. بصوا هوريها لكم اهو. بصوا بجد جميله وهتعجبكم ان شاء الله. اهو زي ما احنا شايفين كده. بصوا كيكه تشبه قوي للجاتو، وتشبه قوي للتورتات اللي بنشتريها من بره. والمقادير اهي معايا. بيكنج باودر وفانيليا وكاكاو خام وكوباية زيت وكوباية ونص سكر وثلاث كوبايات ونص من الدقيق المنخول. وهنعملها بطريقة سهلة قوي. ودلوقتي معايا طبق عشان اعمل فيه خليط الكيكة، وهضيف كوباية الزيت ومعاها السكر وهدوبهم كويس قوي. واخد بالي دلوقتي ان السكر بتاعي حبيباته كبيرة، فلازم يتدوب كويس. وهضيف بكوين من الفانيليا عشان تنكه لي الكيكة طبعا. ولو حابة تحطيها في الخلاط اعمليها، مفيش مشكلة. يعني المتوفر عندك والموجود اعملي بيه. هتطلع زي ما شفتوا كده كيكة اسفنجية وهشة وجميلة، وعايزة اقول لكم بجد طعمها روعة. هي حتى باينة في الصورة عالية وهشة كده وجميلة وخفيفة قوي. خلاص انا حاولت ادوب السكر مع الزيت اولا، وهضيف بعد كده عليه المية. انا ضفت حوالي كوبايتين بس من المية، وطلعت المقادير يا جماعة بجد مظبوطة قوي. انا ما حطيتش المية كلها مرة واحدة، انا حطيت كوباية كوباية بالتدريج علشان السكر يدوب معايا كويس. اهو بصوا تقريبا السكر قرب يدوب. وهضيف الكوباية التانية. كيكة تحضيرها سهل قوي. وطبعا درجة الحرارة زي ما انتوا عارفين احنا بنكون مشغلين الفرن واحنا بنعمل المكونات دي كلها. وبنيجي طبعا اول ما نحط الكيكة بنخليها على درجة حرارة 180. هي بتاخد حوالي نص ساعة في الفرن. خلاص انا ضفت تاني كوباية من المية. دلوقتي هضيف الدقيق، طبعا انا نخلاه ومجهزاه. وهضيف عليه البيكنج باودر، وهضيف معاه ربع معلقة ملح علشان تظبط طعم الكيكة. ودلوقتي هضيف المكونات الجافة كلها. هي مقاديرها سهلة وبسيطة قوي. ضفت البيكنج باودر للدقيق، وضفت الملح، حاجة بسيطة قوي يا جماعة عشان تظبط الكيكة بس. ودلوقتي هدوبها برضو في اتجاه واحد زي ما بنعمل اي كيكة، بس امشوا على الخطوات دي وهتطلع معاكم كيكة ناجحة وجميلة وعالية زي ما انتوا شفتوا كده. بجد قومي اعمليها دلوقتي. ولو عجبك الفيديو حط اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وانا برحب باي حد اشترك في القناة طبعا، وبقول لكم انتوا نورتوني، وان شاء الله القناة مش هتكبر غير بيكم. بتمنى اللي لسه ما اشتركش يشترك فضلا وليس امرا. وبتمنى طبعا يا جماعة الفيديو ده يكون نال رضاكم، وبكون ضيفة خفيفة عليكم. ودلوقتي لازم ادوب الدقيق كويس اهو بالطريقة دي في اتجاه واحد. بصوا خد بالي كويس قوي. تقريبا كده الخليط كله جاهز، مقادير مظبوطة.
وهقول لكم المقادير تاني دلوقتي. كوباية من الزيت، كوباية ونص من السكر، و3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، وباكو بيكنج باودر، وباكو من الفانيليا، وذرة ملح. وادي الخليط يا جماعة معايا اهو زي ما احنا شايفين. بصوا بجد ما فيش اسهل من كده، كريمي وجميل. بصوا كنت مجهزة صينية ودهنها زيت، دلوقتي هصب الخليط فيها بالتساوي اهو زي ما احنا شايفين كده. وهدب الصينية كده دبة خفيفة. كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، دلوقتي هخليها 180 وانا مدخلة الصينية، وهي طلعت بالشكل الجميل ده. بصوا انا دلوقتي هحط السكينة هتطلع نظيفة اهو. بجد كيكة شكلها جميل قوي وطعمها بجد تحفة. اهو بصوا كيكة ناجحة. دلوقتي هزينها بالسكر، سكر البودرة. هنخل حوالي معلقة كده على الوش وخلاص، وابتدي اقطع الكيكة وهوريها لكم. هي الكيكة لسه سخنة شوية، بس انا هقطعها عشان اوريها لكم. عايزة اقولك مكونات الكيكة ديت مكونات اقتصادية وسهلة وبسيطة، وتقدري في اي وقت تعمليها لاولادك، ومش تاخد منك وقت ولا مجهود. زي ما شفتوا معايا انا حاولت ابسط الطريقة عليكم وابسط المقادير عشان ما تنسوهاش، وقلت المقادير تاني في نص الفيديو. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، المقادير تبقى سهلة بالنسبة لكم. هي مقادير سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت. ودلوقتي انا قطعت الكيكة وهوريها لكم اهو، شكلها جميل جدا.